جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المغرب في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة. وأكد أيضا في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام انعقدت أشغالها اليوم ببروكسل، أكد على أن العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة. وأبرز المصدر نفسه أن هذه الدورة التي انعقدت طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي مكنت من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 من يوليو 2019 والذي تنتهي صلاحيته في 17 من هذا الشهر.